السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتي بهدوء مع هاجر. النهاردة هنتكلم عن فرامل النجاح أو الحاجات اللي بتعطلك عن تحقيق أحلامك. لو انت من الستات اللي عندها طموح كبير ونفسك تعملي حاجات كتيرة في حياتك، زي انك تغيري عادات أساسية مش عاجباكي، أو تبدأي مشروع صغير من البيت، أو تتعلمي مهارة يدوية جديدة، أو حتى تدرسي لغة جديدة كان نفسك فيها من زمان، وبتحسي دايما ان في شد وجذب جواكي، حاجة بتزقك لقدام وحاجات تانية كتيرة شداكي لتحت ومنعاكي تبدأي، يبقى الفيديو ده متفصل عشانك. أنا شخصيا عديت بالمرحلة دي، وكان في أعذار وحواجز في دماغي كانت بتعطلني سنين، بس الحمد لله قدرت أتغلب عليها. ومن يوم ما كسرت الحواجز دي حياتي اتغيرت، وبدأت أنفذ حاجات ما كنتش أتخيل إن أقدر أعملها. والنهاردة هشاركك الأعذار التمانية اللي بتأيدنا وإزاي ننتصر عليها. العذر الأول: فخ أنا ما عنديش وقت. ده أشهر عذر في تاريخ البشرية، وبالذات عندنا إحنا كأمهات وستات بيوت. دايما بنقول أنا برجع من الشغل مهدودة، ورايا طبيخ وورايا تنظيف والولاد ومذاكرتهم وطلباتهم اللي ما بتخلصش، وبنحس إننا بندور في ساقية ما بتقفش. وطبعا أول حاجة بنضحي بيها هي أحلامنا الشخصية، بداعي إن اليوم مفيش فيه وقت. طيب إزاي تغلبت عليه؟ سألت نفسي سؤال بسيط: الناس الناجحة اللي بنشوفهم في التلفزيون أو على السوشيال ميديا، هل يومهم فيه 48 ساعة؟ طبعا لأ، هما برضو عندهم 24 ساعة زينا، وعندهم بيوت وأولاد ومسؤوليات. الفرق الوحيد هو تحديد الأولويات. بدأت أراقب وقتي بيضيع فين، واكتشفت لصوص الوقت، زي مثلا قعدة الفيسبوك اللي بتسحب ساعات، التلفزيون والمسلسلات، المكالمات اللي ملهاش لازمة. ولما بدأت أقول لأ للحاجات غير المهمة، فضي عندي وقت للحاجات اللي بحبها. لو انتي فعلا ناوية ومقتنعة بهدفك، هتلاقي وقت حتى لو نص ساعة في اليوم. العذر التاني: أنا ما عنديش خبرة ومش عارفة أبدأ منين. في ستات كتير بيبقى عندها فكرة مشروع أو مهارة، بس بتقول أنا مش متعلمة كفاية في الموضوع ده، وخايفة أبدأ وأنا جاهلة بالتفاصيل فيفشل. يعني مثلا عاوزة تعملي مشروع كروشيه، بس مش عارفة تبدأي منين، ومش عارفة حتى إزاي تعملي غرزة واحدة. أو عاوزة تفتحي صفحة بيع بس مش فاهمة في التسويق. طيب إزاي نتغلب على ده؟ إحنا في عصر ذهبي يا جماعة. زمان كان لازم تنزلي تاخدي كورسات غالية وتشتري كتب صعبة عشان تتعلمي. دلوقتي اليوتيوب وجوجل مخليين كل حاجة متاحة بضغطة زرار واحدة بس. أي حاجة في العالم عايزة تتعلميها، اكتبي بس اسمها في السيرش، وهتلاقي آلاف الفيديوهات اللي بتشرح من الصفر لحد الاحتراف وبطرق مختلفة. مفيش حاجة اسمها مش عارفة، في حاجة اسمها مكسلة أدور، أو مش عارفة أدور منين. نيجي للعذر التالت وهو رعب الفشل: خايفة أبدأ لأفشل والناس تشمت فيا، أو خايفة أضيع فلوسي ومجهودي وفي الآخر منجحش. الخوف ده بيخلينا واقفين مكاننا سنين. طيب إزاي نتغلب عليه؟ سألت نفسي إيه يعني لما أفشل؟ الفشل مش نهاية العالم، ده مجرد درس بيقولك إن الطريق ده مش شغال، جربي طريق تاني. مفيش حد نجح من أول مرة، والسر كله في الاستمرارية وتغيير الوسيلة. لو هدفك واضح وفشلتي في خطة معينة، غيري الخطة، بس اوعي تغيري الهدف. الفشل الحقيقي هو إنك ما تجربيش أصلا وتفضلي واقفة في مكانك. العذر الرابع: سجن الخوف من رد فعل الآخرين. سواء بقى كان زوج، سواء كان مدير، سواء كان ناس محيطين بيكي، عيلة، أهل، أي حاجة. كتير مننا بيسجن نفسه في سجن الخوف قبل ما يسأل أصلا. هتقولي أنا خايفة أقول لجوزي إني عاوزة أبدأ مشروع لحسن يرفض، أو خايفة أطلب من مديري إن هو ينقلني قسم تاني عشان ما يمشينيش. طيب إزاي نتغلب على ده؟ بالتجربة وبالمواجهة. أنت ليه مفترضة الرفض؟ يمكن يوافق ويشجعك، ولو رفض على الأقل هتكوني حاولتي تدوري على سكة تانية لإقناعه أو لتحقيق هدفك بطريقة تانية. ما تحبسيش نفسك في افتراضات سلبية، اعرضي فكرتك بذكاء وبيني إزاي الموضوع ده هيفيدك ويفيد اللي حواليكي، واخرجي من سجن الخوف ده فورا. نيجي للعذر الخامس: ان هو الموضوع صعب قوي وفوق طاقتي. في ناس اول ما تقابل اول مطب او صعوبة تقول لا لا الموضوع طلع صعب ومجهد، خليني في منطقة الراحة اللي هي الكومفورت زون بتاعتي احسن. انا ايه اللي رماني على المر ده؟ طيب ازاي نتغلب على ده؟ لازم تؤمني ان مفيش حاجة سهلة في الدنيا، كل نجاح وراه تعب وعرق. الفرق بين الشخص الناجح والفاشل هي الإرادة. الناجح لما بتقابله صعوبة بيكمل ويحاول يلف حواليها، لكن الفاشل بينسحب. والصعوبات دي هي اللي بتقويكي بتخلي لنجاحك طعم، وبتحسسك بالفخر لما توصلي لهدفك بعد مجهود. العذر السادس: كلام الناس هتقول عليا ايه؟ هي كبرت واتجننت وعاوزة تدرس لغة دلوقتي؟ رايحة الجيم في السن ده؟ كلام الناس هو أكبر معطل للنجاح.
ازاي تتغلبي عليه؟ تعرفي ان الناس كده كده بتتكلم، لو نجحتي هيتكلموا، ولو فشلتي برضه هيتكلموا، ولو ما تمتعتيش بحياتك برضه هيتكلموا. اوقات كتير كلامهم السلبي بيبقى نابع من غيرتهم، لانك بتعملي حاجه هم نفسهم يعملوها بس ما عندهمش الشجاعه. ركزي في هدفك، وطول ما انت بتعملي حاجه صح وبترضي ربنا وبتبسطك، ارمي كلام الناس ده ورا ظهرك اصلا. العذر السابع التسويف او هبدأ بكره. ده بقى وسواس الاحلام، مش لازم النهارده، بكره الصبح هبدأ، ويجي بكره وبعده والسنه تخلص وانتي لسه ما لقيتيش اللحظه المناسبه. ازاي تتغلبي عليه؟ تعرفي ان مفيش حاجه اسمها اللحظه المناسبه. اللحظه المناسبه انت اللي بتعمليها، اخلقيها دلوقتي. هاتي ورقه وقلم حالا واكتبي اول خطوه بسيطه ممكن تعمليها في 5 دقايق ونفذيها. عاوزه تتعلمي لغه؟ افتحي فيديو واحد دلوقتي. عاوزه تنظمي بيتك؟ رتبي درج واحد دلوقتي. البدايه هي اصعب جزء، وبمجرد ما تبدأي العجلة هتدور لوحدها وهتلاقي نفسك كملتي. العذر الثامن قلة الثقة في النفس، وده أخطر عذر، إنك تقولي لنفسك أنا عمري ما نجحت في حاجة، أنا أكيد هفشل، أنا أقل من غيري. يبقى إزاي تتغلبي على ده؟ تفهمي إن صورتك عن نفسك هي اللي بتحدد واقعك. لو انتي مش واثقة في نفسك مفيش حد في الدنيا هيثق فيكي. لازم تغذي دماغك بأفكار إيجابية، وتفكري نفسك بإنجازاتك القديمة مهما كانت صغيرة. النجاح بيبدأ من جواكي انتي، ومن اقتناعك إنك تستاهلي الأفضل وإنك قادرة تحققي حاجة في الحياة. دي كانت ال8 أعذار اللي بنقولها لنفسنا علشان نفضل مكاننا. يا رب الفيديو يكون فادكم وشجعكم تكسروا الحاجز أو الحواجز عموما اللي هي بتعطلكم وتبدأوا فورا. عايزة أعرف منكم في التعليقات إيه أكتر عذر من دول أنت دايما بتقوليه لنفسك وبيعطلك، ولو في أعذار تانية شاركونا علشان نشجع بعض ونبدأ رحلة التغيير سوا. متشكرة جدا لمتابعتكم، واستنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.